الله وليد إسماعيل من مصر. السلام عليكم. وليد إسماعيل. انقطع أو ماذا؟ وليد إسماعيل تسمعني؟ إذن شكرا جزيلا. نعم شيخنا، شكرا جزيلا لكم. طبعا شيخنا فقط لا يفوتني أيضا اعتذارا، ولا أخفيكم شيخنا دائما قبل ما أبدأ هذه الجلسات أتوجه إلى السيدة نرجس عليه السلام لتتوسط لي عند أبيها أو عفوا ابنها الإمام المهدي عليه السلام. وهذا الظاهر تبين أن هذا وليد إسماعيل هو نفسه ذلك الناصبي الذي يطعن في السيدة نرجس عليه السلام، لأني أرى في التعليقات أنه الظاهر يروج إلى أننا هربنا أو شيء من هذا القبيل. الظاهر عنده بث مباشر الآن كأنه. فشيخنا فقط حتى لا يعني يقال ذلك، أنا فقط أريد أن أوضح لهذا وليد إسماعيل أو غيره من هؤلاء النكرات أنه الشيخ الحبيب أكبر هيبة من أن ينزل إلى أمثالكم. أن يعني أما بالنسبة للمناظرة فقد أوضح الأخ محمد أبو سلطان منذ بداية هذه الليالي وربما حتى في الجلسات البحثية قبل شهر رمضان أنه الدعوة لا زالت ربما الآن 11 سنة تقريبا، وهنالك دعوة للمناظرة حول عائشة وما يتعلق بعائشة. يعني فأين هم علماؤكم؟ فإذا التوجه لك يا وليد ويا غيرك يعني أن تجدوا جهدكم لجلب علمائكم، في ذلك الوقت يتواصلوا مع مكتب الشيخ الحبيب، وإن شاء الله يرتب للمناظرة بطريقة حيادية ومهنية لا بطريقة التهريج الذي عودتمونا عليه. وأنتم مجال الاتصال لكم ولأبناء عائشة صغيرهم وكبيرهم دائما هو مفتوح في هذه القناة التي صدرها رحب حتى لمن صراحة هم نواصب يتصلون بالقناة وبإمكانهم أن يشاركوا في نفس الأسئلة المطروحة التي يطرحها الشيخ حبيب من خلال جلساته البحثية. عذرا شيخنا إذا لوثت أسماعكم بأسماء هؤلاء النواصب، وأعتذر أيضا من مقام سيدتي نرجس عليه السلام لتوجيه السلام، ولكن حاولت أن أكون مهنيا إلى أبعد حد، فربما لا أكون مجازا شرعا في التسليم على النواصب. لا شيء عليك إن شاء الله. نعم. أنت لم تميزه في البداية، يعني أنت تظل واحد من هؤلاء المتصلين. عموما هو هذا وأمثاله من صبيان العوالم لابد أن يفهموا شيئا مهما، أنه للمناظرة شروطها، ومن جملة شروطها أن تكون المناظرة من الند للند. نعم. وأنا حددت من أريد أن أناظرهم وجعلت هنالك شروطا معينة، وإحداها أن يكون هذا المناظر ممن يعد في العلماء أو من أهل العلم، له مقبولية معقولة في الطائفة البكرية، حتى إذا ما خصم أو أفحم لا يقال بعد ذلك هذا لا يمثلنا، هذا ليس له مقام، هذا حيالله دبلوم صنايع والبخت ضايع، مثل هذا شو اسمه إسماعيل وليد وأمثاله. أنا لست يعني أنا لست يوتيوبر أيضا بالمناسبة، هذا شغل يوتيوبر، إحنا مو من هذا الباب. لست أنت ممن يناظر، أنت ممن لك أن تشارك. نعم، وأتذكر هو شارك ذات مرة شارك قبل ربما أيضا في شهر رمضان إن لم تخني الذاكرة. نعم، وبالنتيجة يعني أيضا سود وجهه وتبين أنه وطواطي ليس أكثر من ذلك. الوطواطي ما نقصد به الوطواط هذا الطائر، لا، نقصد به ما في اللغة العربية، فلان وطواطي أي جبان ضعيف الرأي مثلا، صياح هكذا، يعني هو هذا، ما عنده غير هاي الشغلات. يعني هذه تصرفات أطفال. فأنت لك أن تشارك، تتصل حالك من حال أي مشارك آخر من المشاركين من الطائفة البكرية، تتداخل وتسأل سؤالك ونجيبك وتتناقش، لا بأس بذلك. أما مناظرة لا، هذه كبيرة عليك وتخب عليك، ما نقدر يعني بهالطريقة صراحة، ما يصير. نعم، إذا أصررت
لا بس روح أقنع شيخ الأزهر، أقنع ما أدري الحويني، أقنع ما أدري أي واحد من هؤلاء اللي عندكم شوية يقال عنهم إنهم أكابر يعني أو لهم مقام ما، فليناظرنا وأنت انضم معه كمساعد لا مانع يعني في نفس جلسة المناظرة، فهو يناظرنا وأنت معه أيضا حتى تتداخل. يعني أنا مستعد أناظركم جميعا وحدي، أنتوا لو كنتوا 10 20 ما عندي مانع يعني، بس على الأقل تضم نفسك حتى تكمل، لأنه أنت الصفر فيحتاج للواحد حتى يصير 10 مثلا، يحتاج مثلا رقم حتى يصير شيء نقدر يمكن أن يرى بالعين المجردة لا بالعين المسلحة. فلا بأس يعني اجمعهم، إنا نلاحقكم منذ سنوات للمناظرة، والإخوة تعبوا صراحة في هذا الجانب. ماذا نفعل إذا كنتم كلكم حمرا مستنفرة فرت من قسورة؟ ماذا نفعل؟ يعني ها نحن نريد، وكما قلت ليس أسلوبنا في المناظرات هو أسلوب البهرجة الإعلامية والشو الإعلامي وما أدري تسجيل النقاط على الآخر يعني هذه الأمور ليست هكذا. مناظرة علمية متزنة. وقد لاحظتم وجربتم أن الذي يتصل باتزان ويتناظر معنا أو يتناقش باتزان فإن المناظرة حينئذ أو المناقشة تكون ذات نفع، تكون ذات جدوى، ونحترمه كما يحترمنا. أتذكر اتصل علينا هذا كان عميد كلية الشريعة في قطر سابقا، نعم. الصديقي يوسف الصديقي أو شيء من هذا القبيل. اتصلوا بعض شيوخ الأزهر، الجنايني، ما أدري بعض الشيوخ نسيت أسمائهم الآن لا تحضرني أسمائهم. اتصل إمام مسجد برشلونة إذا تذكرون، البدوي أو البدوي يمكن البدوي، وهكذا. والآن أيضا في هذه الليالي بعضهم من الواضح من لهجتهم وإن لم يصرحوا، أو هذا الأخ هذا إمام الجامع الذي في فلسطين الأخ كذلك الذي اتصل. كما تلاحظون يعني نحن نرحب بذلك. وبالمناسبة أيضا لا ندعي العصمة والكمال، يعني ربما المناظر معنا يوقفنا على خطأ ما، شبهة هنا مثلا لدينا، ربما غفلنا عن شيء، سهونا في شيء، منتهى الأريحية لدينا في ذلك بالمناسبة، يعني ليست لدينا. ولكن في الركائز لما نتكلم عن الركائز فنحن مصرون على ما نقول ولدينا الدليل وفي جعبتنا البرهان نريد أن نعرضه للناس. المناظرة معناها أن الناس يستمعون وجهتي النظر وثم يحكمون، لا قضية أنه يعني ليست حلبة ملاكمة. حتى هذا اللي أحسنتم من يعلي صراخه أكثر، وهذا الذي يبهرج أكثر، وهذا الذي يستخدم يعني الأساليب المغالطات شلون نقول إيه يعني هذه الأساليب الرخيصة التي هي تؤدي يعني أساليب الاتجاه المعاكس. شايف هذا البرنامج هو المفروض هو برنامج حواري، بس هو شنو؟ حوار قردة يعني هكذا فيما بينهم دائما بس صياح وكذا. هو يتعمد نفسه هذا المذيع. لماذا؟ لأنه بهذه الطريقة يجذب مشاهدين، يجذب متابعين. نحن ها هنا في هذه الجلسات ليس غرضنا جذب المتابعين والمشاهدين. جذب المتابعين والمشاهدين نتركه للاتجاه المعاكس، نتركه لما أدري القنوات التهريجية. هنا علم، إيمان، نور، بحث علمي فقط. فمن يريد أن يركب على هذه الموجة، يريد فقط أن يلفت يعني الناس ويريد أن يسلط الأضواء على نفسه من هذول اليوتيوبرز والأطفال السوشيال ميديا، هذول خليهم يكونون بعيد. هنا محل العلماء أو المشتغلين بالعلم، غير هذا ما عندنا.